الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي وكل حبايبي؟ اتمنى تكونوا بخير. انا سمر من قناة بنوتة من يوية. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الغريبة. طبعا هنقول المقادير مع بعض. هنا يا بنات في الطبق ده حطينا كوبايتين من السمنة لكوباية من السكر المطحون. وهنا يا بنات تاخد دقيقة على حسب الحاجة. طبعا المقدار ده هياخد من حوالي من 3 ل 4 كوبايات بالظبط. احنا حاليا هنضرب السمنه مع السكر. ممكن كمان تحطي لها فانيليا. هنضربهم ونرجع لكم تاني. شوفوا يا بنات كده بعد ما ضربنا السكر مع السمنه وصل قوامها كريمي. هنحط طبعا الدقيق على حسب الاحتياج. شوفوا يا بنات زي ما انتم شايفين طبعا اخدت مننا حوالي 4 كوبايات ونص من الدقيق زي ما انتم شايفين. هنستنى عليها شويه كده وندخلها الفريزر، او مش الفريزر، هنحطها في التلاجة ترتاح 10 دقايق علشان يسهل علينا ان احنا نشكلها، لان طبعا الجو حر جدا. وبعدين هنرجع نشكلها معاكم ونشوف هنزينها ازاي. غريبه كده بعد ما خلصنا طبعا وشكلناها. وبعتذر عن اني انا ما جبتش التشكيل. طبعا احنا عملنا حبه بالمكنه الفيتيفور، وعملنا هنا طبعا المدوره دي. طبيعي ان انت بتاخدي حته عجينه كده صغيره وبتبداي ان انت تكوريها، وبتحطي بقى اذا كنتي حابه ان انت تحطي ملبس، تحطي فواكه مسكره، تحطي معاها فول سوداني او اي نوع مكسرات عندك، فلكن مطلق الحريه. طبعا هنا الشكل الغريبه المتداخل او المموهه زي ما انتم شايفين كده. ده بتاخدي قطعه من العجينه البيضاء مع قطعه من العجينه البني. وبعتذر اني ما جبتلكوش واحنا بنضيف الكاكاو لجزء من العجينه. بتاخديهم مع بعض وبتكوريهم، فبتطلع لك طبعا اشكال اجمل من كده بكتير. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده والغريبه بكل تفاصيلها. اتمنى اذا الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا الجرس اسفل الفيديو لكي يصلكم كل جديد. وما تنسوش تزوروا صفحتنا على الفيسبوك باسم بنوته من يوميه. ان شاء الله هحط لكم لينك الصفحه على اسفل الفيديو في صندوق الوصف. طبعا كل عام وانتم بخير. ينعاد علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله بالخير واليمن والبركات. كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الفطر المبارك باقي كام يوم. واتمنى لكم مشاهده ممتعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.